بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشتغل مع بعض كوفية بغرزة الجراني. ان شاء الله سهلة وبسيطة للكل، تقدروا تنفذوها. كمان لاخواتنا المبتدئين يقدروا ينفذوها بكل سهولة. الخيط ده احنا اشتغلنا بيه قبل كده، كوفية كانت رجالي. هنزلها لكم تحت في صندوق الوصف. اللون ده بصراحة جميل جدا، يمشي حريمي ورجالي، فانا كنت جايبه منه كميه كبيره. زي ما انتم شايفين معايا 3 شلات. طيب، آه هل هستخدمهم كلهم؟ يعني ربما وربما لا. فالخيط تجيبيه اكتر، بحيث ان انتي ما تلاقيش بعد ما تشتغلي 3/4 الشغل او نصه، وتلاقي ان انت محتاجه لسه خيط تاني. لكن لو تفضل منك تقدري تعملي حاجات صغيره وبسيطه. طبعا الخيط بتاعنا موجود اهو، ومعانا الادوات بتاعتنا، المقص والمازورة، وكمان الابرة النهاردة اللي هنستخدمها ابرة رقم 4. غرزة سهلة وبسيطة، يلا نبدأ ونسمي الله. طبعا كالعادة زي ما انتوا عارفين بنطلع الخيط من القلب هنا. الخطوة بعد كده اللي هنعملها، هنشتغل سلاسل. انا بصراحة بحب اشتغل العرض الاول وبعد كده الطول. لو انت حابة تشتغلي بالطول مفيش مشكلة، حاجة ترجعلك، نفس الخطوات نفذيها، فرق بس العرض والطول. زي ما انت شايفة كده. طبعا دي هتكون بداية الكوفية بتاعتي. فخليني يعني اعتبر ان ده هيكون طول الشراشيب. ليه؟ علشان ما تكونش حتة صغيرة كده مثلا والاقي انها مش متساوية مع الشغل بتاعي. ابدأ اعمل عقدة بداية بالشكل ده، واجيب الابرة اظبط الشغل بتاعي، وابدأ اعمل عدد من السلاسل يقبل الاسم على 3. يعني ايه؟ يعني هنزود 3 3 3 3 ونشوف هنعمل عدد قد ايه. انا هنا هشتغل 39 سلسلة، يعني 3 في 13. تمام. هبدأ اشتغل 39 سلسلة وهرجعلك تاني. طبعا السلاسل زي ما احنا عارفين، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بنفس الطريقة كده هنكمل عدد السلاسل بتاعنا. طبعا ايدك ما تكونش مشدودة ولا تكون مرخية، يعني خليها مظبوطة. اكمل 39 سلسلة وارجع لك تاني. كده انا وصلت لعدد السلاسل معين. وخلاص وقفت شغل. طبعا تقدري تتحكمي ان انتي لو عايزاه شال تزودي شوية، لو عايزاها كوفية صغيرة تقدري تظبطي ايدك. غير كده ان انتي تقدري يعني لو هتبدأي بالطول برضو دي حاجة ترجعلك. انا هنا عملت ال39 سنتي، عملوا معايا 19. يعني ال39 سلسلة عفوا عملوا معايا 19 سنتي. تمام كده. انا خلصت عدد السلاسل بتاعي المضاعف للرقم 3. الخطوة بعد كده اللي هعملها، هرتفع 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. ارتفعت 5 سلاسل زيادة عن الشغل بتاعي. الخطوة بعد كده اللي هعملها، هعد 4 سلاسل. ادي 1 2 3. في الغرزة الرابعة هلف كده الخيط على الإبرة اهو. 1 2 3 4. هدخل هنا في الغرزة الرابعة وهعمل عمود بلفة كده زي ما انت شايفة. ده العمود بلفة. طبعا ال3 سلاسل اللي هنا هعتبرهم العمود الاول، وده العمود التاني، هعمل عمود تاني جنبيهم. اسيب طبعا الغرزة اللي اشتغلت فيها، وفي اللي وراها هعمل عمود بلفة اهو. زي ما انت شايفة دي اول غرزة لغرزة الجراني بتاعتي. كده عندي 3 عواميد. الف الخيط على الابرة، وبعد كده الغرزة اللي وراها اللي بعد المجموعة الاولى دي هسيبها فاضية، واشتغل في اللي وراها على طول. هعمل غرزة عمود بلف، اللي وراها عمود بلف، اللي وراها عمود بلف. كده دي تاني مجموعة اهو بالشكل ده.
وهنا في فراغ اللي هي السلسلة اللي ما اشتغلناش فيها. نكمل كده مع بعض. الف الخيط على الابرة، هسيب سلسلة مش هشتغل فيها، واللي وراها هبدأ اعمل عمود بلفة، واللي وراها عمود بلفة، واللي وراها عمود بلفة. تمام كده عملت 3 مجموعات لغرزة الجراني. وزي ما انت شايفة في فراغ اهو، دي اللي بنسيبها فاضية اهي، واضحة اهي. تمام، نعمل مجموعة كمان. اسيب الغرزة دي مش هشتغل فيها، واللي وراها هبدأ اعمل غرزة جراني. ادي واحد، دي اول عمود بلفة، واللي وراها عمود بلفة، واللي وراها كمان عمود بلفة. تمام، بالشكل ده كده زي ما انت شايفة. تبدأي تكرري العملية دي لغاية ما تخلصي عدد السلاسل اللي معاكي. بتشتغلي يعني انا هنا هعمل ايه؟ هسيب السلسلة اللي هي دي اللي بعد ال3 عواميد، واشتغل في اللي وراها 3 عواميد ورا بعض متتاليين، واللي وراها هسيبها فاضية واشتغل 3 عواميد ورا بعض متتاليين، واسيب واحدة فاضية واشتغل 3 عواميد ورا بعض متتاليين، على الطريقة دي لغاية ما اوصل للنهاية. وهرجع لك تاني نشوف الشكل بقى عامل ازاي في اول سطر. فين كده انا وصلت لنهاية السطر، خلاص خلصت عدد السلاسل بتاعي. الخطوة بعد كده اللي هعملها، هرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3، الف الخيط على الابرة والف الشغل بتاعي زي ما انت شايفة كده. عندي 3 عواميد اهم. تمام، والفراغ اهو اللي هي السلسلة اللي بنسيبها فاضية بين كل 3 عواميد، ادخل فيها كده، ابدأ اشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 ادي 3. تمام، بالشكل ده كده زي ما انت شايف. الف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ اللي بين ال3 عواميد وال3 عواميد كده. ادي 1 2 3، واكمل السطر بنفس الطريقة دي. بين كل 3 عواميد هشتغل 3 عواميد زيهم علشان اكون مظبطة الشغل بتاعي. وطبعا هخلص العدد بتاع السلاسل بتاعي وهرجع لكم تاني هنا نشوف هنعمل الخطوة اللي جاية هتكون ايه. شايفة وصلت لنهاية السطر بتاعي. الخطوة بعد كده اللي هعملها، هشتغل عمود في ال3 سلاسل اللي احنا اشتغلناهم في الاول، اللي هم كانوا ارتفاع واعتبرتهم عمود. هشتغل جوه السلسلة التالتة تحت حرف الفي، هشتغل عمود واحد بس بلفة في تحت السلسلة رقم 3 بالشكل ده كده. تمام كده السطر بتاعي بدايته زي نهايته. هنا عمود اهو، ده عمود وده كمان عمود، كده السطر بتاعي كامل. الخطوة بعد كده اللي هعملها، هرتفع 3 سلاسل، الف الشغل بتاعي واشتغل في الفراغ اللي بين العمود اللي هو اللي اعتبرته ارتفاع في الاول هنا، وال3 عواميد دول هشتغل في الفراغ هنا 3 عمودين. هشتغل عمودين بلف لان ده هعتبره اول عمود. ادي عمود اهو، التاني التالت كده. دي اول مجموعة معايا بالشكل ده كده زي ما انت شايف. الخطوة بعد كده اللي هعملها، في الفراغ اللي وراه هشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3، والفراغ اللي وراه هشتغل برضو 3 عواميد. ادي 1 2
3. بالشكل ده كده زي ما انت شايفه الكوفية بتاعتي بقت متساوية من الجناب ومتساوية كمان شكلها العام. هكمل لنهاية السطر وهوريكي برضو نهاية السطر هتكون ازاي هنشتغلها. كده وصلت لنهاية السطر زي ما انتوا شايفين، وعندي الفراغ ده اهو هشتغل فيه 3 عواميد علشان يكون زي الناحية التانية بالظبط. ادي 1 2 3. تمام كده السطر بتاعي اهو ارتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3. الف الخيط على الابرة والف الشغل بتاعي، هلاقي ال3 عواميد هشتغل في الفراغ اللي بين كل 3 عواميد. بالشكل ده كده تمام، واكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة دي. وكل شغلي هيكون عبارة عن ان السطر بتاعي بشتغل فوق كل فراغ 3 عواميد بلفة، واجي في نهاية السطر بتاعي بشتغل 3 عواميد. تمام 3 سلاسل في نهاية السطر، واعتبر ان ده العمود الاول، ولما بلاقي فراغ بقوم شغالة جوه الفراغ عمودين وببدأ اكمل السطر بتاعي. بعد كده باجي للنهاية لو لقيت الفراغ ده اللي هو الاخراني بشتغل فوقيه 3 عواميد بس. هكمل بنفس الطريقة الكوفية بتاعتي ونرجع نقفلها مع بعض. وهتلاقوا كمان اللينك بتاع الفيديو بتاع الشراشيب هتلاقوه تحت الفيديو ازاي بنركب الشراشيب. هكمل الكوفية بتاعتي واوصل للطول المناسب واوريكم شكلها النهائي. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص خلصت الشال بتاعي او الكوفية. طبعا بصراحة علشان تبقوا عارفين انا كبرت المقاس شوية، يعني عمل معايا عرض حوالي 25 سنتي تقريبا، والطول عمل معايا 152 سنتي بغير الشراشيب. يعني الشراشيب لوحدها عاملة تقريبا 12.5 سنتي مع 2 سنتي كمان، يعني نقول حوالي 100 حاجة و60. الشال عمل معايا طول 100 حاجة و60. طبعا انت تقدري تتحكمي في الطول اللي انت عايزاه يبقى 2 متر، عايزاه 150 160 180، اللي انت حباه اشتغلي ونفذي الخطوات. طبعا في نهاية الطول بتاعي اللي انا وصلت له بعمل سلسلة وبطلع بالخيط بتاعي علشان يكون مظبوط. يعني انا مثلا اخر حاجة لو انت وصلت لها الفراغ ده اللي هو اللي هو ايه، خلينا نتكلم مثلا لو ال3 عواميد انتهينا عند ال3 عواميد تقومي عاملة سلسلة وطالعة بالخيط كده بالشكل ده. لو انتهى معاكي السطر على الناحية دي اللي هي عمودين وسلسلة بالشكل ده، بتعملي برضو سلسلة، تعملي السلسلة ارتفاع وتطلعي بالخيط بتاعك علشان يكون متساوي. وراعي برضو ان انت وانت طالعة بالخيط بتاعك يكون طول الشراشيب اللي انت هتعمليها برضو خيط البداية ظبطيه ان هو يكون زيادة. حابة تعملي الشراشيب بنفس الطول ده انا عاملاها 12.5 سنتي. طبعا فيديو الشراشيب هتلاقيه تحت في صندوق الوصف تقدري ترجعي له. حابة تعملي الشراشيب اقصر من كده اطول من كده انت اللي بتتحكمي في شغلك. وطبعا الالوان زي ما انتم شايفين تحفة تحفة تحفة، والغرزة دي حريمي وتليق كمان رجالي تقدري تنفذيها. والشتا داخل كل سنة وانتم طيبين، تقدروا تنفذوا الكوفية او الشال ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. حابة تشتغلي بلون واحد، حابة تشتغلي بالالوان الجنجاه،
مفيش اي مشكلة. وده كمان الرقم اهو. انا اشتريت الخيط ده بحيث برضو لو حابة تاخدي سكرين اهو. ده الخيط بتاعي اليزابريكوم باتيك. وفي كمان اللون بتاع الشلة، لان بتختلف في الالوان اهو. لو حابة تعملي سكرين وتشتري نفس اللون علشان تشتغلي بيه. بس كده، دي كانت الطريقة بتاعتنا. يا رب تكون سهلة وبسيطة وتكون وصلت لكم. طبعا هحط لكم تحت اشكال مختلفة للكوفيات تقدروا تنفذوها، وهحط لكم كمان الطريقة بتاعة الشراشيب ازاي بنركبها وازاي بنظبطها تظبيط سهل وبسيط مش معقد وحاجات صعبة علينا. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. مستنية رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك 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 وسبسكرايب كمان علشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش كمان تتأكدوا ان الجرس شغال علشان كل فيديو جديد يوصل لكم. استنوني فيديو جديد ونتقابل في فيديو احلى واحلى. باي باي.